الصحراء مغربية نقطة إلى السطر. هذه ليست عبارة إنشائية، بل موقف راسخ وسيادة تاريخية وحقيقة لا تقبل الجدل. قضية الصحراء المغربية ليست موضع نقاش ولا نزاع كما يحاول البعض الترويج، بل هي ورقة محروقة يستخدمها البعض لتغطية فشلهم الداخلي وانهيارهم الاقتصادي وانعدام شرعيتهم السياسية أمام شعوبهم. وكما قال جلالة الملك محمد السادس نصره الله: هناك من يستغل قضية الصحراء ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة، وهناك كذلك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية لخدمة أهداف سياسية ضيقة. هؤلاء يعيشون في عالم موازن، عالم منفصل عن الواقع وعن الشرعية وعن إرادة الشعوب. فالصحراء المغربية لم تكن يوماً غربية، بل كانت دائماً تحت السيادة الشرعية للمملكة المغربية الشريفة منذ قرون من الزمن، حين كانت القبائل الصحراوية تبايع السلاطين العلويين وتشارك في بناء الدولة بالسلم والحرب. الواقع اليوم يتحدث بلسان الأرقام: استثمارات ضخمة في العيون والداخلة، مشاريع بناء تحتية من الطراز العالمي تربط الجنوب المغربي بالعمق الإفريقي، أكثر من 30 دولة فتحت قنصلياتها في الأقاليم الجنوبية تعبيراً عن اعترافها العملي بسيادة المغرب. مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تعتبر اليوم الخيار الوحيد الواقعي، وتحظى بدعم مجلس الأمن الدولي والدول الكبرى. ومن يحلم بالرجوع إلى الوراء نقول له: استيقظ، لقد فاتك القطار. والمغرب إذا تحرك لا يتراجع. عملية الكركرات كانت رسالة حازمة أن حماية وحدة الوطن ليست قابلة للنقاش، وأن صبر المغرب له حدود. وفي كلمته بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء قال جلالة الملك: المغرب اقترح مبادرة دولية لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي في إطار الشراك والتعاون، لكننا نرفض أن يكون ذلك على حساب وحدة ترابنا. المغرب دولة سلام، لكنه لا يقبل الابتزاز. رسالة لمن في قلبه مرض: الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، ومن يقترب من هذه الأرض سيصطدم بحائط من فولاذ. الشعب المغربي، العرش العلوي المجيد، والقوات المسلحة الملكية الباسلة.